السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كلشي هاني، كلشي بخير، عواشركم مبروكه. يدخل عليكم هذا الشهر بالصحه والسلامه. كاين شي توجاد، كاين شي تنقيه، كاين شي ولا مازال. ايوا انا درت لكم هذا الفيديو باش نشجعكم. انا بديت معكم بسلو اللي كيجي رائع. خليكم معايا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه عندي هنايا كيلو ديال الدقيق ديال القمح اللي مغربل. كنديروه في كوكوط اللي كتكون ثقيله او اي حاجه عندكم ثقيله، وكديروا الدقيق ديالكم وكتبقاو تخلطوه على هذا الشكل هذا حتى يتحمر وكياخذ لون زوين. هانتوما شوفوا اللون ديالو كيجي هكا ذهبي. والا بغيتوا تجربوه ديروا معاه شويه ديال الزيت وشوفوا اللون اللي بغيتو. انايا بحال هكا كيعجبني، ما كيعجبنيش عاوتاني يكون اللون ديالو غامق اكثر من هكا. كيجي هكا اللون ديالو زوين وما ما تخفاوش عليه، بقاو تحركوا باش ما يتحركش لكم من التحت ويبقى شي محمر وشي لا. من بعد ناخذ هنايا الشوفان، عندي نص كيلو ديال الشوفان هكا حب. غادي نحمرو حتى هوايا حتى تياخذ هكا لون ذهبي. من بعد غادي نطحنوه في طحانه كهربائيه حتى تطحن مزيان وكيولي هكا غبره. وعاودوا غربلوه باش الا بقات شي حاجه هكا صاينه ولا شي حاجه كتحيدوها. مهم ما تحيدوش يديكم من فوق من الكوكوط، بقاو تحركوا حتى تشوفوا اللون ديالو الذهب ولا زوين. ها هو الشوفان ديالي من بعد ما تحمر ليا خدا لي هذا اللون هكا ذهبي بحال القمح كيكون لون هكا ذهبي صافي. ونحيدوه من فوق من البوطه. من بعد غادي ناخذ كيلو ونص ديال الزنجلان اللي كيكون غسلناه مزيان ونقيناه. غادي نبدا نحمر فيه حتى هو، نحمرو بنص كيلو باش ما يغلبنيش. كنبداو نحمرو فيه على نار تكون متوسطه. نبقاو نحركو فيه وراه كيبدا يطرطق. هذا كيعني انه بدا كيتحمر صافي. كتبداو تحركوا مزيان حتى يتحمر كياخذ لون زوين. من بعد عندي هنايا كيلو ونص ديال اللوز اللي درت ليها نتوما كما شفتوا غير الغلاقه ديال الزيت. كندير ديك الغلاقه هكا الزيت وكنحاول نحركو هكا مزيان وكندخلو الفران. درت هنايا غير كيلو ونص، باقي ما درتوش باش ما يغلبنيش باش ما يجيش كثير على اللاطه. كندخلو الفران على 150 درجه وكنبقاو مره نخرجوا اللاطه نقلبوه ونعاودو ندخلو باش كيجي اللون ديالو كله موحد صافي. ما تجهدوش عليه الفران عفوا باش ما يتحمرش غير من الفوق ويبقى لكم ما طيبش من الداخل. ها نتوما شوفوا الشكل ديالو كيجي هكا محمر خفيف ماشي بزاف. من بعد هما المقادير ديالي. عندي هنايا هذاك القمح اللي حمرنا كيلو ونص ديال الشوفان. هانتوما شوفوا ملي طحنتو كي ولا. عندي هنايا كيلو ديال اللوز، كيلو ديال الجنجلان. هذاك نص كيلو ديال اللوز ونص كيلو الجنجلان نخليهم على جنب باش نديرهم في الاخر. وغادي نديرو 2 معالق ديال النافع، 2 معالق ديال حبه حلاوه. عندي شويه ديال المسكه الحره طحنتها مع شويه سكر كلاصي. غادي ندير شويه الكوزه وواحد الحبه ديال القرنفل. هذا سر من الاسرار اللي كيجي به سلو رائع. 3 المعالق ديال القرفه. وعندي من 300 غرام حتى 400 غرام ديال السكر كلاصي نتوما والذوق ديالكم في الحلاوه. من بعد غادي ناخذ هكا شي طاوه ولا شي هكا بواطه. هاد البواطه هي اللي غادي ندي معايا لعند السيد اللي كيطحن اللي كيكون في السوق اللي كنطحنو عنده سلو. غادي ندير القمح وكندير الشوفان. عندي في المجموع ديال هاد النواشف كيلو ونص. نحاول هكا نخلطو بهاد الفوي باش كيتحيدوا لنا دوك الحبيبات. هما ما كيتكونش كاع بزاف هذوك الحبيبات بحال الدقيق ديال الفرص، ما كيتحببش هذا بزاف. من بعد غادي نضيف داك الكيلو ديال عفوا غادي نديرو داك المسكه الحره تقريبا واحد 6 ديال الحبيبات ولا 7. كنديروهم مع سكر كلاصي حتى يطحنوا مزيان. من بعد غادي نضيف 3 المعالق ديال القرفه. من الاحسن القرفه تاخدوها هكا حب وتطحنوها عند السيد اللي كيطحن العطريات، تاخدوها جديده باش كيكون الجهد ديالها مزيان. وغادي ندير 2 معالق كبار ديال
النافع وجوج معالق كبار ديال حبة حلاوة تتكون حتى هي جديدة. جميع المقادير يكونوا جداد باش كيعطيكم النكهة زوينة، ما كتكونش داكشي قديم، ما كيكون الجهد ديالو خفاف. من بعد غادي نضيف هذاك السكر كلاصي، غادي نغربلو حتى هو كلشي غربلو مع كيكون محبب باش ما يجيكمش محبب في السلو ديالكم. واخا كلشي غادي تطحن ولكن غير غربلوه من الاحسن. وغادي نحك هذيك الكوزه تقريبا واحد النص ديالها غادي نحكو. اللي ما بغاش يضيفها ما يضيفهاش، غير هي كتعطي واحد المذاق زوين وكيتجي رائعه في السلو. وغادي ندير حتى هذيك الحبه ديال القرنفل، قليل اللي كيعرف هاد القضيه هذه، ولكن راه جربوها على حسابي كتجي رائعه في السلو. من بعد غادي نضيفو داك الكيلو ديال اللوز والكيلو ديال الجنجلان، وغادي نخلط كل شيء وغادي نديهم لعند الناس اللي كيطحنوا. تنرجع معكم تشوفوا كيفاش كيكون الشكل ديالو. ها وصل ديالنا من بعد ما تطحن مزيان، تطحن ليا حتى تيولي هكا معلك شي الشكل ديالو كيجي غزال. من بعد غادي نضيف ليه هنايا عندي شويه ديال النوازات، هذا اختياري، اللي بغى يديرو اللي ما بغاش يديرو ما يديروش. خذوها واحد 20 درهم، خذوها من عند المزرعه، خذوا واحد 20 درهم، حمروها ولا كيكون محمر وطحنوه هكا غليظ وضيفوه. ضفت داك نص كيلو د الزنجلان، نص كيلو د اللوز وداك شويه ديال النوازيت. وغادي نخلط هاد المكونات، غير بقى لي شويه ديال الزنجلان على ديك نص كيلو وضفتو حتى هو صافي. وغادي نحاول نعرك هاد السلو مزيان حتى تيدخلوا دوك المكونات كاملين مع بعضياتهم. جاني شويه هاد الطاسه هذه جات مضيقه، درتها هكا في القصريه وعركته مزيان على هاد الشكل هذا صافي. وكديروه في شي طاسه ديالكم واحتفظوا به، وكل ما كيبقى كل ما دوك النكهات كيديروا مع بعضياتهم وكيجي رائع. وهذا هو سلو ديالي، زينته هكا بشويه د البيزات من الفوق كيجي غزال. جربوه على حسابي، صحي. اللي بغى يضيف حتى العسل يضيفوا. انا جاتني الحلاوه هي هذيك، ما بغيتش نضيف العسل، وما تكثرش من العسل لان بحال كينشف شويه سلو. وفي فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.